من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتدخل الآني لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ترك، تم استرجاع سيارة سياحية مسروقة مع تحديد هوية أفراد العصابة والمسبوقين قضائيا والمعتادين كذلك على عمليات مماثلة. بعد تكثيف التحريات واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف المتورطين البالغ عددهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم من 30 إلى 35 سنة، ينحدرون من ولاية وهران. كما تم استرجاع المركبة محل السرقة وتسليمها لمالكها. تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ترك حول جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة في الطرق العمومية.